وحشتوني. اهلا بيك. اخباركم ايه؟ الحمد لله. كان عندنا ماتش سوبر. حابين ان احنا نثير الجدل في الاول ولا حابين ان احنا نتكلم فني في الاول نعمل تصويت؟ ها، اثاره جدل ولا فني؟ فني ولا اثاره جدل؟ فني. ها، لا ارفع اللي عايز فني يرفع. فني. فني. تأثير الجدل ليه؟ ايه؟ انت تأثير الجدل ليه؟ مش اتنين عارف بس فني عجبتني، يعني حسيت ان ممكن يبقى فيها حاجه حلوه من جوه طيب كده. اتنين فني 4 مثير للجدل. ليه؟ خلاص؟ ليه؟ دخلنا في المثير لا انا للجدل. ما قلتش حاجه. انا بدي تصير الجدل عامل طيب دخلنا في المثير للجدل. مين عايز يتسال اول سؤال مثير للجدل؟ اكيد مش اللي عايز فني. النهارده في ديمقراطيه. اكيد اللي مش عايز فني. خلاص اللي مش عايز فن. حلو. سين سؤال، شايفين ازاي الموقف بتاع زيزو؟ الناحيه الثانيه الموقف بتاع بزيره، اخوان بزيره، من وجهه نظركم هل الموقفين يتساووا ولا لا؟ رؤيتكم ايه في الموضوع؟ اللي عايز اول واحد يجاوب على السؤال يرفع ايده خليه يجاوب على السؤال. ها، مين اللي جاهز؟ مين اللي جاهز؟ اي حد. يلا يا عز اتفضل. فداء يا حبيبي، خش يا حبيبي اخوك. يعني متهيألي اي حاجه لازم يكون ليها نص في القاعده، او انت تبقى سايبها لحريتك الشخصيه وتصرفك. وتصرفك ده تقدر بقى انت تبرره وتفكر فيه. زي بالظبط كده اقول لك على حاجه، موضوع الممر الشرفي اللي بيتعمل. ايوه. شياكه منك انك تعمل لي ممر شرفي لما اكسب اللقب. وانت اللي قررت انك ما تبقاش راجل شيك وما تعملش لقطه شياكه لما ما تعمليش ممر شرفي. ماشي. في الاخر ده شيء القانون ولا بيعاقبني عليه ولا بيجرمه ولا بيحسسني ان دي حاجه كويسه ولازم تتعمل، ولا بيعاقبني لو انا ما عملتهاش. فبالتالي هنا احنا لازم الناس اللي بتحط اللوائح تبقى مدركه هو الموضوع ده مهم قوي للشكل العام ولا لا. طيب هو الاسباب بتاعته بقى سواء تعرض لاعب لسباب في المدرجات، تعرض لاعب او لاعب في ظروف زي مثلا ظروف انتقال لويس فيجو من برشلونه لريال مدريد. ماشي. فالحاجات دي كلها تستدعي ان احنا نلزم اللاعب بالموضوع ده ولا لا؟ بصراحه شايف انه لا. يعني مفيش الزام. يعني زيها زي الممر الشرفي من وجهه نظري. يعني ده بالنسبه لبزيره وبالنسبه لاحمد سيد زيزو. لان في النهايه فكره ان انا اسلم عليك دي احترام مني ليك وشياكه وتقدير، لكن لو ما عملتهاش فكل واحد فينا ليه شخصيته وليه احترامه وما اثرش على حد طالما ما فيش تجاوز. ودي بالنسبه لي طالما اللائحه ما فيهاش حاجه كمان بتقول عكس كده، فيبقى انا شايف ان احنا يعني بنعمل معركه ماتش جديد على السوشيال ميديا بدل ما نلعب في الملعب. طيب ده رأي زيزو، انت مش عايز. فارس يلا. سيما احنا قاعدين على القهوه، ايوه والقهوه يعني احنا مش حاطين مكياج، ايوه. بنتكلم الكلام اللي احنا شايفينه ومقتنعين بيه. يلا بيه. زيزو عشان تقيم التصرف بتاعه ما ينفعش تعزله عن المعطيات اللي حصلت فيه. لازم تاخد ايه الصوره الكامله للسياق اللي انت بتقيم تصرف زيزو فيه. عشان اوضح ده اكتر، لو اي لاعب في النادي الاهلي، اي لاعب غير زيزو كان عمل نفس الموقف، رغم ان انا متفق مع عز جدا ان ده ربما من ناحيه اللوائح والنصوص وبتاع مش الزامي، كان هيبقى عندي مشكله معاه. لان هو ايه مبررك؟ اي لعيب في الاهلي لو كان عمل كده كان هيبقى عندك انت مشكله معاه. الا زيزو. الا زيزو. الا زيزو. اشمعنى؟ لان السياق اللي اتحط فيه زيزو يؤدي لان انت لازم تفهم الصوره اللي هو عملها. ايه السياق؟ السياق لاعب ناديه قرر ما يجددلوش او ما قدرش يجدد له ايا كانت المعطيات، فاللاعب مشي، ناديه خسر فيه فلوس، برضه شيء يخص ناديه، مفيش مشكله لحد هنا. صوره اللاعب بتنزل بيتداس عليها جوه النادي، كل القصه دي ماشي. ثم بعد كده بتبدا هتافات مسيئه تتعرض للاعب في شخصه باساءات غير مقبوله بالمره، تبدا تتعرض لزوجته، يبدا الناس تقول صرح مصدر مسؤول ان هم قصدهم الفنانه هدى الاتربي اصل كذا، والموضوع يعدي. مفيش حد. انا كنت معجب جدا 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 بكلام الاستاذ كمال شويه بصراحه، بس كان نفسي بقى من بدري نقول ده من بدري، نطلع نتكلم في ده من بدري، نقول ان الرياضه لا تسمح بده من بدري، ننزل بيان قبل الشكوى عشان اقف معاك في الشكوى واقول لك برافو لان انت عملت اللي عليك، الهوم ورك بتاعك الاول ان انت قلت ده غلط، بل بالعكس ده الجمهور حس بحمايه. طب نحط اكتر السياق ده جوه الاحداث اللي الشخص فيها هو كابتن هشام نصر. كابتن هشام نصر هو جزء اصيل اصلا من الاحداث اللي حصلت لزيزو. ازاي؟ من اول كلام زيزو بشكل مباشر ان كابتن هشام نصر كان جزء من الازمه بتاعته لما بدا يتكلم عن قيمه عقده السنويه، اللي هو قال ان وقتها ما كانش بياخد الرقم ده وان هو ما طلبش الرقم ده، فقال الجمهور بدا يهاجمني ويقول زيزو عايز رقم زي ده، ثم الحديث عن فكره العمولات ومين طالب ايه والتعرض.
طب كابتن هشام نصر نفسه، عشان نبقى متسقين مع المشهد واحنا بنقيمه بهدوء شديد جدا، هو مسؤول عن قطاع العاب الصالات في نادي الزمالك في واقعتين هو طرف فيهم. الواقعه الاولى واقعه مريم مصطفى لاعبه الطايره في نادي الزمالك اللي رفضت مصافحه العمري فاروق الله يرحمه. بس هو بيقول ان ده اتصحح. انا بس في عشان ايه؟ سمعت كلامه ما هو يعني. انا معاك يا عز، اتصحح في ايه؟ انا ما اعرفش، انا ما هو بسال عشان انا ما اعرفش. عشان كده كان في رد فعل بعد كده من المهندس خالد مرتجي انه رفض مصافحه اللاعيبه فيما بعد، لان ما حدش حتى خد اجراء. ثم بعد كده لاعب زي مصطفى لعبه اللي برضه في قطاع الطايره عمل اشاره مسيئه لجمهور النادي الاهلي، فكان التصرف الاداري ان اول مباراه بعدها خد مكافأة. هو ده مش مكافاه بس، ده هو الصوره التعريفيه لنادي الزمالك عن المباراه ما في هي دي التشكيل. مكافأة. الصورة بالظبط. نزلت على بوست على صفحة رسمية يعني. فبالتالي السياق كله ما يقولش ان انا بقى اجي اتكلم دلوقتي بالشكل ده. كابتن هشام نصر نفسه عشان ما اطولش، كان في احد المرات طلع المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك وهدد وحرض على كهربا بشكل مباشر. قال له تصرفاتك الجمهور لو شافك في الشارع ده تحريض مش موجود في الدنيا كلها. مش بس خلينا احنا بنتكلم على قصه زيزو عشان ما ما نخش هو بره قصه السياق. زيزو، هو خرج وقتها قال انا عجبني التصريحات دي. فاي منطق يا ابراهيم يوديني من بدايه الطريق اللي فيه كل الاحداث دي عشان اجي دلوقتي اتقبل فكره ان اللي عمله زيزو في كل المعطيات دي يبقى هو اللي مجني عليه هو الازمه، الا لو ده شكل من اشكال اللي عز قاله. الخروج خارج دايره كره القدم وخارج دايره الهزيمه جوه الملعب لحته مختلفه تماما ملهاش اي علاقه بالموضوع. بعض الاعراف ساعات بتخليك تقول لك لما الناس اللي بتكسب المركز الثاني ما بتقدرش تلبس الميداليه. بيعتبروا ده احيانا قله احترام للمسابقه او للمركز الثاني، واحيانا لا. وبعدين احنا على القهوه صح؟ فانا ممكن اسلم عليك. ايوه. ممكن اسلم عليك كده. ايوه. ممكن اسلم عليك كده. ايوه. فاهم؟ في مليون طريقه. ممكن اقول حاجه. في مليون طريقه للتعبير طب ما انا لازم اجي لك عشان خاطر فارس كان عنده وجهه نظر، فلازم اسمع من عندكم جو او شابودي. مين عايز يتكلم الاول؟ لا انا كنت عايز اقول حاجه. انا دلوقتي بشوف هل موقف زيزو ده موقف موجه للزمالك وجمهوره ولا لشخص؟ بصراحه اتكلم بحقيقه، الراجل ده اتشتم ودي كوره مش المفروض توصل لكده. وانا اتكلمت من اول لما زيزو بدا يتشتم، انا زعلان من زيزو وطريقه مشيه وان هو ما خلاش نادي يستفيد ماديا والمماطله وان هو كذب في حاجات، بس في الاخر خلاص الراجل مشي. يعني ما توصلش كوره ان احنا يا جماعه نشتم وخد في اعراض وسيره اب وام وزوجه، مش هينفع. فهو الراجل ساعتها هل رد على الجمهور؟ لا بصراحه اشهد له. هل كان عنده ثبات انفعالي؟ كان ممكن يروح يعمل حاجه للجمهور. طيب هو ما سلمش استاذ هشام نصر، انا ممكن افهمها ان هي حاجه شخصيه بينه وبينه في الموضوع بتاع التجديد نفسه. هل حصل ما بينهم حاجه في الكواليس؟ فهو ما سلمش على شخص بعينه. لكن هل زيزو من ساعه ما مشي خلصت قصه هو مشي ازاي؟ ماشي. انا كزملكاوي زعلت منه في الطريقه اللي مشي بيها وان هو ما خلاش النادي يستفيد القصص دي كلها. ماشي. لكن هل هو من ساعه ما مشي جاب سيرتنا احنا كجمهور او رد على الجمهور مع انه تم الاساءه لي؟ لا ما حصلش. الراجل اتعامل باحترام. فانا اعتقد ان هو ممكن تكون حاجه بينه وبين استاذ هشام نصر مش ليها علاقه بان هو بيهاجم الزمالك وجمهوره. جو لا يعني انا قول رايك. قول رايك. يعني لو زيزو فكر في كل اللي فارس قاله ده يبقى حاجه اسطوريه. يعني لو قعد يفكر في ان هشام نصر عمل ايه قبل كده عشان كل ده فما سلمش عليه في الاخر، ده اسطوري. دي عقليه فذه يعني. فزيزو غلط واضح وصريح. لو زيزو كان متخيل في يوم من الايام انه هينزل ماتش اهلي وزمالك ومش هيتشتم، ولو في لعيب متخيل في العالم انه هيروح من غريم لغريم ومش هيتشتم، فيجو نفسه حكم دوكيومنتري قال لك انا عارف ان اول ما هنزل الملعب جمهور برشلونه ده مش هيرحمني. لا وزيزو هو واضح انه مجهز نفسه بدليل انه كان مركز في تمام. فالموضوع ده ما احنا عارفين ان ده جمهور وانت بتتعامل مع جمهور والجمهور هيعمل كده واحنا يعني هنقول ان الجمهور ده ما يصحش تعمل كده، بس احنا عارفين انه هيعمل كده ومسلمين في العالم كله ان ده هيحصل. يعني ده ما بيحصلش في مصر بس عشان بس برضو ايه ما نجتزئش. بس لابد ان نرفضه طول الوقت. ما عنديش مشكله. يعني انا عمري ما هتعدي قدامي. انا اسف ان انا لا بس ليه احنا خلينا نبقى متفقين على اصولنا. زي ما انا كنت بزعل شتيمه شيكابالا جدا. بص نزعل على انا زعلت على شيكابالا جدا. ترفضها دي متفقين عليها، دي ما فيهاش خلاف. انا اسف بس ليه النقطه ديت؟ انا هفهم انك ممكن تشتمني انا. يا عم انا بتاعك يا عم، اشتمني انا. يعني خدني انا في السكه. ايوه ماشي. بس ابويا لا. صح. امي لا. بص يا ابراهيم، احنا متفقين ان اي تطاول. بص احنا متفقين ان اي تطاول ده مرفوض. كمل بقى. ده احنا متفقين عليه. اتفقنا. بس الجمهور هيعمل ايه
انت مش انت مش الجمهور هتقدر يوم ما بيعمل كده لازم تتدخل يتعاقب. في كل واحد يعني. تمام. اصل خلي بالك، هو واحد هيعملها هتلاقي في اتنين بيكرروها، ماشي. في تلاته. على فكره مش شرط جمهور الزمالك كله كان بيشتم زيزو، ممكن يبقى فئه معينه، ممكن يبقى عدد، ممكن يبقى الاغلبيه. ماشي. الله اعلم، انا ما كنتش شايف وما اعرفش ما اعرفش مين، ما عدتهمش يعني. تمام. فزيزو بقى انت داخل تسلم على الناس كلها. انت عارف بتزيرة ليه؟ انا هقول لك بتزيرة ممكن احس إن خلص هو- بس كل كلامك على زيزو عشان انا مش عايز اقاطعك، عشان انت عندك وجهة نظر مختلفة، فلازم الناس كلها انت تسمع مصر انت وتسمع. قطعت واحد معين بعينه. يعني انت لو عديت فوتت 2 3 وما خدتش بالك مثلا وبتاع، وانت زعلان ومع او انت فرحان والفرحه واخداك، هقول لك بس انت في واحد بعينه انت اللي قصده. طب مش جايز ده عشان في ما بيني وما بينه حاجة؟ ما هو في ما بيني وما بينه حاجه، انا ممكن اسلم زي ما عايز قال لك كده، ممكن اسلم وانا عامل كده اهو حد. وجايز توقع انه ما يسلمش. لا، وانا ليه افترض سوء النيه بقى؟ يعني انا ليه افترض سوء النيه؟ لو انا عندي لو انا عندي سوء نيه هفترض سوء النيه، بس انا ممكن اقوم مسلم على عز ايه وانا مش باصص له. ماشي. بس هسلم ماشي. طالما همد ايدي. انت عارف بقى لو زيزو مد ايده وزي ما فارس بيقول لك وهشام نصر ما سلمش، ساعتها هتغلط مين؟ استاذ الدكتور هشام نصر. هتغرب باشمهندس هشام نصر. هتقول ان الراجل ده هو اللي غلط لان زيزو مد ايده وراح مد ايده وهو ما سلمش. وانت خلي بالك برضو، انت لازم يبقى عندك حته ذكاء. انت كسبان، انت كسبان. فانت لما تعملها، عارف انت لو انت بتعملها وانت خسران هقول لك ده عيوطه ومقموس وهنقعد نقول حاجات كتير قوي، بس انت كسبان. فانت لما تعملها هتحس اللي قدامك ايه؟ انا جيت خلاص. طيب اذا انت شايف من وجهة نظرك انه ده كان خطأ من زيزو؟ طبعا.